خير على الجميع. طبعا من أسهل وأحلى الأكلات عندي الكبسة طبعا سهلة، مفيش حد بدا ما يعرفش يديرها، وبس حبيت نشاركها معاكم. طبعا هنا نحمس أني في الدجاج مع البهارات الصحيحة، الملومي والقرفة وورق الغار، ومع رشة كزبر ورشة فلفل أكحل ورشة جنزبيل. شوية شوية نخليهم يتحمسوا. أهم حاجة في الكبسة راهي طريقتها باش تجيك حلوة ويعني وتجيك بالكبسة الحقيقية لازم الحمسة، لازم تحمسيه كويس. هي تحمسيهم الدجاج مع البصل والبهارات بطريقة صحيحة، يعني لازم ينحبسوا كويس باش تجيك ناجحة. كل واحد كيف يدير فيها، كل واحد والإضافات متاعها. مع نبدأ هنا باشرة طماطم وضرباتها في الخلاط كويس. طماطم الحب اللي هو الطماطم الاخضر، بعدين باش نضيفها هنا نضيف معاه شويه طماطم معجونه، ونخلي الدجاج نتاعي يطيب. نحي دجاجي ونصب الرز نتاعي اللي منقعاته نص ساعه في شويه ميه وملح وخل باش تزيد يتضاعف حجمه، ونخليه يطيب. ونطلع الدجاج بتاعي، كان نبي نطلعه نحمره في الكوشه، كان نبي نخليه يطيب مع الرز نخليه. وهذه طريقتها سهله وبسيطه ولذيذه، يعني نحبها من اسهل الاكلات عندي بصراحه في تحضيرها. من اسهل الاكلات عندي ندير فيها يمكن في ثواني. مهم الأهم حاجة زي ما قلت لكم الحمد، خلوه يتحمس زين في التوابل وفي البهارات الصحيحة. تمام لازم. وطبعا روحها هي اللومي لازم منا ضروري. تمام. هذه هي الكبسة، نوريكم كيف تجيني بعدين. بسم الله ما شاء الله ولذيذة، ندير فيها قسما بالله بسم الله ما شاء الله، وما تاخدش وقت حتى في التحضير نتاعها في رعاية الله. ضفت طماطم معجونة، ضفت شوية بابريكا، ضفت الملح متاعي، التومة حتى هي المدقوقة ما تنسوهاش تدقوا التومة وتضيفوها. ضفت شوية كركم اللي هو البزار، ونخليها تحمس هيك مع بعضها شوية. تمام. خليتها هيك تحمس مع بعضها، ونضيف توا الطماطم تاعي اللي بشرطة. طبعا بيش نديرها كلها لاني بندير معها دقوس باذن الله تعالى ان يحبوها بها ياكلوها معها. نخليها تحمس شويه ونديرها الميه. ماذا بيكم الميه تكون مسخنينه في الكتل، ماذا بيكم يعني اللي يبي يدير ميه عاديه يدير، لكن ماذا بيكم تسخنوا الميه في الكتل. تمام. نخلوها تحمس مع بعض هيك شويه، نغطوا عليها وبعدين نصبوا لها ميتها، نخلوا الدجاج متاعنا يطيب ونحوه ولا نخلوه زي ما قلت لكم، ونحطوا الرز متاعي ويطيب الرز متاعي ونقدمها وخلاص بالهنا والشفا. هي هذه هيك حطيت الرز متاعي صفيته وحطيته، نخليه هيك يغلي حوالي 5 دقايق على نار عالية، بعدين نوطي النار على الأخير، نوطي النار ونغطيه ونخليه يطيب عليه مهلة. تمام. وطبعا انا الدجاج متاعي طلعته حطيته في القلاية الهوائية باش نحمره، وبعدين نوريكم الشكل النهائي في رعاية الله. هذا الشكل النهائي للكبسة جي بسم الله ما شاء الله، نمدكم ولا نشاهيكم، والروائح ما شاء الله، الله يبارك الله يبارك. هذا الشكل النهائي للكبسة. هذا الدقوس وصل معاها. طبعا هنا الحاجات اللي تاكلها معاها كل واحد وكل شي يبي، كل واحد شنو يحب. هذا الشكل النهائي ما شاء الله، الله يبارك. تحضيرتها سهلة، خطواتها سهلة ما شاء الله، وتجي لذيذة الله يبارك. البخار ان شاء الله يكون الصورة واضحة ان شاء الله، الله يبارك. نودكم ولا نشهيكم. نتمنى ان تستفيدوا منها، ونتمنى ان تجربوها وتعطوني رايكم حتى ننجح معاكم من اول خطوة. طبعا الكل بده يعرف يديرها، لكن كل واحد وخطواتها وكل واحد الطريقة متاعها. هذه طريقتي أنا اللي معتمدتها من أمتى ما تعلمتها الحمد لله، وتجي معايا ناجحة. الرز يجيني ها حبة بحبة بسم الله ما شاء الله، الله يبارك. كل واحد وطريقته. ربي يحفظكم إن شاء الله في رعاية الله.